السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الخير على اخواتنا وحبايبنا ومتابعينا جوه مصر وخارج مصر. سموا بالله ووحدوا الله وصلوا على رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده زي ما انتم شايفين الفيديو من عند البط المسكوفي ونوع البط اللي عندنا يا جماعه. الناس اللي داخله القناه جديد نوروني وشرفوني، والناس اللي عندي ربنا يجازيكم خير على تعليقاتكم وعلى ان انتم بتدوني من وقتكم وتسمعوا الفيديو. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم، كل اخواتنا في مصر وكل اخواتنا في الدول العربيه، ربنا يكرمكم ويسترها معاكم ويكبر بخاطركم جميعا يا رب. طبعا نوع البط اللي عندنا، طبعا الناس اللي داخله القناه جديد، البط اللي عندنا الاسمر ده في الابيض ده مسكوفي ار41. مسكوفي ار41 مفيش الا بطه بيضه في اسمر. دي بلدي يا جماعه سوداني، لكن باقي البط مسكوفي ار41. وطبعا البط ده بيور فرنساوي، ده بيور فرنساوي. طبعا الناس اللي بتتكلم بقى وتقول انت ما جبتيش علاج للبط البيور، انا جبت كل حاجه. انا منزله لكم العلاج يا جماعه، جبت رافع مناعه وجبت مضاد حيوي وخلصوه اصلا. ودلوقتي بقى لي كام يوم بحط مره كلور، لو يعني الكلور غطا كلور على مثلا لترين ميه يطهر معده البط. بتادين جروح جبت، والله العظيم حتى بتادين الجروح جبت وبحط منه. وعايزه اقول لكم ان انا حاطه من بتادين الجروح هنا، وهوريكم بتادين الجروح دلوقتي برضه، يعني عشان اثبت صحه كلامي هوريه لكم برضه. طبعا تبليه ام مصطفى، ايه اللي جاب الشامل المغربي؟ انت قافله على البط المسكوفي الاوضه، ايه اللي خلاكي فتحت الاوضه وخرجت البط المسكوفي؟ طبعا البط البيور عارفين ان هم كانوا 10 بقوا 8، في 3 مكتفين ومش راضيين برضه ان هم ايه يفكوها، فاحنا ونصيبنا معاهم، مات وعاش واحنا ونصيبنا. طبعا المتابعين بيقولوا البط عنده اسهال، البط ما عندوش اسهال. البط بصوا اعزكم الله، البط بصوا، البط انا لسه خارجه انا لسه خارجه البط المسكوفي على فكره حالا. البط ما عندوش اسهال. اوريكم برضو البط اهو، بصوا اعزكم الله، البط بصوا الفضلات بتاعت البط ولا عنده اي حاجه، هو سبحان الله. انا مستغربه له التكتيفه دي. المهم يا جماعه احنا برضو عملنا اللي علينا، عاش عاش مات مات. المكحات دي بيقول لي اعزلي، هعزل ايه؟ هعزل اودي فين يا جماعه؟ فسيبوها على الله. طب انت يا ام مصطفى خلينا في المهم، خرجت البط المسكوفي ليه؟ اولا انتوا كنتوا عارفين ان انا جايبه 15 وانتوا عارفين ان الاربعه مسكوفي ماتوا. طب انا دلوقتي حطاهم بين 4 حيطان، دخلت برضو انا ما بحبش اوري المتابع حاجه سلبيه، بس بطلع واقول لو انا ما وريتكوش مثلا حاجه ميته برجع بطلع وبقول لكم على المشكله. طبعا دخلت دلوقتي لقيت بطه مسكوفي، انا عايزه اقول لكم ان انا مش قادره اشيلها ميته. هم كانوا المفروض مات 4، المفروض بقى 11. دلوقتي لقيت واحده ميته رميتها، قسما بالله زي ما بقول لكم كده. الموجود دلوقتي عندي كام من المسكوفي حاليا دلوقتي 10، والبطه البيضه في اسمر دي اللي هي البلدي السوداني، دي مالهاش علاقه بالمسكوفي خالص. البطه البيضه في اسمر دي بلدي يا جماعه، بلدي حر سوداني. الموجود عندي دلوقتي لو انتوا لاحظتوا 2 هناك اهو في الصندوق، والباقي عدوهم زي ما انتوا شايفين كده 10، غير البطه طبعا البلدي. يعني المسكوفي مات منه كام يا ام مصطفى؟ المسكوفي مات منه 5. وعايزه اقول لكم لسه عامل حمام، هوريكم الحمام بتاعه برضه. بصوا اهو المسكوفي اهو، بصوا الحمام يا جماعه لسه حالا اهو، وواحده كمان اهي لسه حالا. الحمام اهو اللي احنا دايما بنأكد عليه عند جميع الطيور والفراخ البيضاء والكتاكيت البيضاء والبط، الحمام ده احنا بنأكد عليه. يعني لا البيور عنده اسهالات ولا المسكوفي عنده اسهالات، هي حاجه بقى الهيه من عند ربنا، بنرجع ونقول الحمد لله. طب انت يا ام مصطفى واحده ماتت ورمتيها، طب انت سيبتي لي يا جماعه؟ انا البط لحذر من القدر. انا شفتوا بقى اللي بيعاند مع حد، انا عاندت مع نفسي ومع البط. طب ليه يا ام مصطفى عاندتي؟ ما هعمل ايه يا جماعه؟ انا قافله اوضه اهي بين 4 حيطان يا جماعه، وحاطه فيها البط المسكوفي بس، وكل لما اخش يوم ويوم الاقي واحده ميته. طب انا بعد كده هعمل ايه تاني؟ لا اخرج بقى على السطح، روح وتعالى وشوف الشمس والشمس تشوفك وانت ونصيبك. اذا كنت انت جوه بتموت، يعني انا حطاك بين 4 حيطان وبتموت، يعني هحوش عزرقين بره على السطح؟ لا اخرج بقى. خرجته وهو ونصيبه. انا خرجته، هعمل ايه يا جماعه؟ لو حد مكاني هيعمل ايه؟ خرجته الشمس، بصوا انا حاطه لهم الميه اهي، والشمس بقى قلت يفك رجله ويروح يجي، الله اعلم، يمكن من الحبسه يمكن من برضه الله اعلم.
يعني بقى عايز يعني دي اللي احنا بنرجع ونقوله بقى الحذر من القدر. دي اللي احنا بنرجع ايه نقوله الحذر من القدر. انت حاطه حاجتك اهو بين 4 حيطان، ويوم الاقي واحده ميته، 3 ماتوا. رجعت اول امبارح راميه واحده، وادي النهارده راميه واحده، كانوا 15 بقوا 10. فخلاص انت حابسه ايه وخايفه على ايه؟ السطح بقى اهو انا زودت لهم المكان ده تبن زي ما انتم شايفين اهو. الجزء دي كده زودت لهم تبن، وكده كده انا فاتحه الاوضه اصلا. يعني هم حتى هنا بصوا مع الرشه، سواء الجو مطر الجو هوا هيقفوا هنا هيخشوا الاوضه دي. انا كده فتحت لهم الاوضه وسبتها لهم برضه يبيتوا فيها. بس برضه ما يمنعش ان هم لو هيبقوا على السطح طول النهار يبقى تحتهم تبن. هم بس انا بعدلهم ايه الاكل اهو. انا بعدلهم بس الميه، لان الميه لو راحت هناك كده مش هلاحق غيار، كل شويه هغير التبن، كل شويه هغير التبن. فانا خليت الميه بعيد خالص وحطيتها على صينيه، وحطيت لهم بقى حاجه واسعه هيك غسلتها كانت عند البط المسكوفي، ولغيت السقايه بتاع البط البيور، وبقى الكل يشرب من دي. فهعمل ايه يا جماعه؟ بس انا والله انا احترت مع البط، ماليش بخت في البط ده. بس مع اني والله كنت عايزه اقول لكم كنت بجيب البط ده. المتابعين معايا على القناه القديمه بتاعتي بقى، القنوات القديمه بتاعتي، قسما بالله كنت بجيب البط ده كان بالصلاه على النبي كان بيفلح فلحان. كان البطه ما اقدرش اشيلها، كانت بتوصل 5 كيلو و6 كيلو على 4 شهور. اللي هو المسكوفي ده سوا هو والله سوا البيور ده على 50 يوم كان بيوصل معايا 3.5 و4 كيلو او 55 يوم. هو اصلا لو انت عايزه تذبحي حاجه كويسه في البيور بالذات اذبحيه عمر شهرين، عشان دلوقتي الناس اللي بتذبح على 50 يوم و55 يوم بيبقى طري، بيبقى مهمت معاكي. فاذبحيه على 60 يوم احسن. والمسكوفي تبداوا تذبحوا فيه من عمر 4 شهور. زي عايزه تسيبيه سيبيه، عايزه تخليه زي ما انت عايزه. هو ما بيفرغش، ده اللي له مده معينه. لو ما اتذبحش في المده المعينه بتاعته خلال شهرين بيفرغ، بعد ما بيشيل معاكي وزن بيفضل وزن تاني. لكن المسكوفي البلدي اكتر حاجتين ممكن تذبحي زي ما انت عايزه، ممكن تسيبيه شهرين 3 4 سنه عادي. هو ما بيفضيش زي المولر والبيور الفرنساوي والبكيني والفرنساوي، السلاله دي كلها لازم لها وقت تتذبح فيه. لكن المسكوفي كويس، بس مشكلته مش عارفه والله يا جماعه. انا عايزه اقول لكم بياكل والله وبيشرب، وداخل الاقيه واكل واكل، مش هقول لكم مش واكل. والميه كانت مفيش خالص، وخرج برده بسم الله ما شاء الله. تابعته بياكل. دخلت ابص على الفضلات قبل ما اوريها لكم على السطح دلوقتي مفيش اي حاجه كويس. طب المده المفاجئ ده بيجي من ايه؟ ما اعرفش. وبشيله وبنضف كل شويه، ما اوريش الا هم. فانا خرجته والحافظ هو الله. وادي البط برضه والله اديته علاج وخلصته، وما زالت تكتيفه برضه فيه 3 بطات متكتفين. هنروح برضه اوريكم الايه البتادين الجروح اهو يا جماعه. بصوا بتادين الجروح والله اهو، بحط منه بقى لي يومين. دي بيطهر يعني معده الفرخ كويس جدا. سنتي على ريت للميه، الناس اللي عايزه تستعمله سنتي على ريت للميه لمده 3 ايام او 4 ايام او 5 ايام، مش هقول لا. ده كويس جدا برضو للفراخ البلدي، للبط، لانواع البط الفراخ، لانواع البط باجمعها، انواع الفراخ البلدي باجمعها كويس جدا. عندك كلور، حطي غطا كلور بيطهر المعده برضو. بس انا جبت بتادين جروح بشري اقوى. بصوا جه وقف في الشمس. فانا انا مش مقصره مع البط محل. انا بس سبحان الله انا كل اللي محيرني البط بخش الاقيه ميت من ايه. مفيش ده لا عندي الاوضه ما تدخلش حتى طير، يعني الاوضه ما تدخلش طير خالص. مفيش البطه بخش الاقيها مقلوبه على بطنها وميته من ايه ما اعرفش. بحط خل في الميه كل يومين في الاسبوع، ما فيش. البط بياكل، يعني انا بخش الاقيه واكل بالصلاه على النبي، واكل الليل طويل وبيضله اللمبه عشان ياكل. ومهتميه بيه كمان علشان رمضان يلحق معايا رمضان، لو حتى في نص رمضان اذبح منه ان شاء الله بامر الله. فما فيش حاجه. والميه والله غسله يعني معقمه اللهم صل على النبي البوله، وحاطه فيها بتادين جروح برضه ما فيش. والمكان تبني جوه تبني. فانا والناس تقول لي بخر يا جماعه، سيبوها على الله. الناس كلها شبعانه والناس كلها عندها الخير. هبخر انا سايبها على الله. هي حاجه يا جماعه بتاع ربنا، هي حاجه بتاع ربنا. انا سبتهم على السطح برضه في الشمس وفي الهواء، وان البط يروح البط يجي يشرب يروح ياكل كده. السطح حلو برضه. وعايزه اقول لكم البط اصلا المفروض عايز مكان واسع. البط اصلا عايز مكان واسع. البط حلاوته ان هو عايز مكان واسع، بيحب يروح ويجي ويلعب ويجري ويشمس، عشان كمان الشمس دي كالسيوم طبيعي له عشان العظم بتاع رجله. ورغم ان احنا حاطين في الخلطه صدف وملح ابيض ومظبطين الدنيا، فالحمد لله قدر الله وما شاء فعل. هم الموجود دلوقتي 10
نص كوفي، والبطه البلدي والبيور 8 منهم 3 متكتفين و5 كويسين. وبرده كانت في متابعه كتبت لي كده على الحقنه اجيبها من الصيدليه البشريه، ان شاء الله بامر الله هجيبها النهارده الجمعه بس، فان شاء الله ما عرفتش اخرج بكره ان شاء الله ايه هجيبها برده. والله يا جماعه اللي بيكتب لي حاجه انا بجيب مش ما بجيبش. يعني قالت لي حطي سنتي يا ام مصطفى على رتل ميه، هعمل ايه طيب؟ ما اعرفش التكتيفه دي من ايه، ما اعرفش. واللي هينتج هينتج، واللي هيموت هيموت، واللي هيعيش هيعيش، وسيبوها على الله بقى. انا ايه حبيت اعرفكم كل الحاجه اللي عندي عشان تبقوا شايفينها وعارفينها على الطبيعه. انا سيبت البط كله مع بعضه ياكل مع بعضه ويشرب مع بعضه ويبيت مع بعضه. وبرده قايله لمبه هناك اهي برده في الدفا، لمبه واحده برده في الدفا. وبرده بيجي عليا بالليل بقى بيتوا ما بيتوش كده كده الاوضه هتفضل مفتوحه. دخلوا بيتوا مكانهم برده هم احرار بقى. ماشي يلا حبايبي، دي الفيديو بتاعنا كان النهارده عن البط. يا رب الفيديو يكون عجبكم نال رضاكم، واكون قدمت لكم حاجه تستفادوا منها، واكون عند حسن ظنكم. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.